دي مكرونة بشاميل، بس مش أي مكرونة بشاميل. دي مكرونة بالسجق والكيري والبسطرمة، ميكس فليفرز كده خطير، وخروج عن البشاميل التقليدي اللي احنا بنعمله سواء كان باللحمة أو بالفراخ. وأنا متأكدة إن انتوا لو جربتوها هتنبهروا بيها. أول حاجة هنقطع السجق بتاعنا قطع صغيرة، وهننزل فيه في نفس الصينية اللي هتدخل الفرن عشان نسهل على نفسنا الوقت. هنبدأ ندي السجق كده تشويحة لحد ما يبدأ يتحمر، وبعد كده هننزل بالفلفل الألوان. هندي برضو للفلفل الألوان مع السجق كده تقلبتين 3 مع الزيوت اللي نزلت من السجق والدهون. وبعد كده اخر حاجة خالص هننزل بالبسطرمة قبل بس ما نطفي على السجق بدقيقة. وبعد كده هنعمل البشاميل بتاعنا معلقتين كبار من السمنة، ممكن نستبدلهم بمعلقتين كبار من الزبدة، وهننزل عليهم برضو ب3 معالق كبار من الدقيق، ونبدأ نقلب الدقيق بتاعنا لحد ما نحس ان هو اتحمر وريحته طلعت. وبعد كده هننزل عليهم باللبن بالتدريج 4 كوبايات من اللبن، وملح وفلفل، والبسطرمة بتاعتنا، وحوالي 4 أو 5 مكعبات من الجبنة الكيري، وشوية موتزاريلا. وبس كده البشاميل اللي كان خلصان. هنيجي بقى نحط المكرونة بتاعتنا اللي احنا سلقناها على السجق بتاعنا بعد ما خلص، ونحط ربع كمية البشاميل، ونديله كده تقليبة مع بعض، كل المكونات تبدأ تمتزج مع بعض. ونكون مسخنين الفرن من قبلها أهم حاجة على درجة حرارة 180. وبعد كده هننزل ببقية البشاميل على الوش، وبعد كده هنغرق بقى الوش موتزاريلا. وبس كده هنحطها في الفرن ربع ساعة و10 دقايق فوق في الشواية، وهتكون خلصانة. ريحتها وطعمها خطير. ولو انتم محبين الفطيرة السجق والكيري والبسطرمة هتدمنوا البشاميل ده ومش هتبطلوا تعملوه. انا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم، وألف هنا.